الكائنات، وتفضل علينا بجوده والرحمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات، وعذبه بمن أنكر به بالمعجزات، وبنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تنزل البركات. أرسل رسوله بالهدى والبينات، وعذبه بمن أنكر به بالمعجزات. أنزل التوراة والإنجيل والزبور، تمها بالآيات. علام الخفيات، باعث الأموات، سامع الأصوات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات. والصلاة والسلام أتمان الأكملان على الأفضل الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، كما قال ربنا جل وعلا في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم ويخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فقال جل ذكره أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عباد الله، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أكثر ما يرتكب الإنسان من الجريمة أكثرها من اللسان، وأخطرها من النطق. الأعمال القبيحة التي تكب الناس إلى النار أكثرها مما قالوا أو مما نطقوا، كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم عيش في لسانه. فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. بماذا؟ بلسانه. قارون إيش قال؟ إنما أوتيت على علم عندي وما هو أدركه في ذلك قوله. الثمود السبب الرئيسي الذي هلكهم الله جل وعلا هو القول. قالوا: من أشد منا قوة. قوم شعيب ماذا سبب لهم العذاب؟ قولهم: ما نفقه كثيرا مما تقول. وهكذا تجد غالبا أغلبية أن الناس يعذبون بما نطقوا وبما قالوا. فلذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وبهذا أوصى صحابي الجليل معاذ بن جبل، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. والمعاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نأخذ بما ننطق؟ كيف نأخذ بما نتكلم؟ كيف نأخذ بما نقول؟ قال: سقطتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا بعيش حصائد ألسنتهم؟ حصائد عيش ألسنة. فلذلك أوصى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن مسعود، وأيضا رواه وهذا رواه حذيفة بن اليمان أيضا. ها هو إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه أبا هريرة نفس. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبهذا أن كثيرا
مما يرتكب الإنسان أو مما يسبب بدخول الناس إلى النار الكلام أو اللسان، هو حصائد ألسنة. وعباد الله، أن الله تبارك وتعالى قال ذلك واكتب ذلك في القرآن العظيم، فقال: ما يلفظ من قول إلا عيش لديه رقيب وعتيد. كل ما تنطق أيها الإنسان اعلم على أن هناك ملكين رقيب وعتيد. هناك ملك يكتب ويكتب 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 على ما تنطق وعلى ما تعمل من الحسنات والطاعات والمعروف والعرف وغير ذلك، وعتيد يكتب ما تنطق من السيئة من الفاحشة ومن الأعمال السيئة القبيحة الجريمة، هو يكتب. فلذلك اعلم أولا كل ما نطقت مكتوب معروض، وسيسألني ربنا جل وعلا على ذلك. فقال: عيش، اقرأ كتابك، اقرأ ما نطقت، اقرأ ما قلت، اقرأ ما قلت في فيسبوك، اقرأ ما نشرت في الواتساب، اقرأ ما نشرت في تيك توك، اقرأ ما قلت في كذا وكذا وكذا في وسائل الاجتماعية. والله إنها ستعرض يوم القيامة كما قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل على ما قلت، على ما قلت في فيسبوك وفي سناب وفي ماسنجر وفي كل، ستجده معروض. وأن الله تبارك وتعالى لا ينسى، لا يغفل على أي سيئة. فتقول: ما لهذا الكتاب، ما لهذا، إيش هذا الكتاب، ما به لا يغادر صغيرة، إيش قلت معروض، ولا كبيرة، إيش درت معروض، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك قال الله جل وعلا في القرآن العظيم، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، اعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل شيء ليس لك على علم عليه اسكت، ليس من داخل فيه. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تتدخل بالأمور التي لا تعنيك، دعها كما هي واسكت. هو السبب لدخول الجنة، وهو السبب للوقاية بدخول النار. أن تترك كل ما لا يعنيك، وأن تنطق بكل ما هو أفصح وأفضل، وأن تبتعد عن الفواحش القبيحة التي تسبب الإنسان بدخوله إلى النار. فقال في آية أخرى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكتبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن له الحق المبين. أي كل ما تنطق وكل ما نطقت وبكل ما قلت تشهد عليك ألسنتك في يوم القيامة. أن الله تبارك وتعالى سيغلق كل الفم، لأن الفم هو ينطق بما لا يكون وما لا ينبغي، وأن أيديه ستشهد أن الله أنا الذي كتبت كومنتير كذا وكذا، أنا الذي قلت كذا. الأصابع تتكلم، وهكذا أراجل تتكلم: أنا الذي ذهبت إلى هناك، أنا الذي درت هناك، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي ارتكبت هذه الجريمة. وأيديهم هكذا يد: أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي فعلت كذا وكذا وكذا. ستعرض كل بما كانوا يكسبون، بما كانوا يفعلون على هذه العبر. فلذلك الأفضل والأنبل والأسمى والأرقى أن الإنسان أن يسكت بما لا يعنيه، وأن يعلم أن كل ما ينطق وبكل ما يكتب، سواء في وسائل الاجتماعية أو في المجتمع هكذا الطبيعي، يكتب وسيعرض به يوم القيامة على ما قال وعلى ما نطق. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو